تخيل نفسك في السفارة البولندية والموظف أو السفير البولندي بيسألك عن تاريخ ميلادك، أنت مواليد سنة كام أو خريج سنة كام؟ هتعرف تجاوب من غير ما تتلخبط؟ في الفيديو ده هنتعلم التواريخ باللغة البولندية وهنركز على السنين مع استخدامها بطريقة سهلة وبسيطة ومباشرة، وبعدها تقدر تكلم أي حد عن أي تاريخ من غير لا خوف ولا لخبطة. أنا اسلام أبو الوفا وده كورس بولندي أونلاين. الفيديو ده مكمل للي قبله، مبني على ان انت اتفرجت او انت اوريدي عارف ايام الاسبوع، شهور السنة، الاعداد الترتيبية والتواريخ بتاعت الايام والشهور. النهاردة هنركز على السنة، وكده كده هسيب لك وصف كل فيديو انا قلته او كل العناوين اللي انا قلتها ديت هسيبها لك في وصف الفيديو، وكده كده هي موجودة على كورس بولندي اونلاين. بس يهمني سواء تتفرج عليهم او ما تتفرجش، دي حاجة ليك مطلق الحرية فيها، ان انت تكون كويس في الحاجات اللي انا قلتها ديت. تاني، ايام الاسبوع، شهور السنة، الاعداد الترتيبية اول تاني تالت، والتواريخ بتاعت الايام مع الشهور. احنا النهارده هنتكلم عن السنة بس، وفي الاخر هنجمع كل دول مع بعض ونستخدمهم في ان احنا نقول التاريخ كامل، المنتج النهائي، زي ما بنقول في العربي: اليوم هو الثلاثاء الموافق 3 من فبراير لعام 2026. يلا بينا. السؤال بتاع التاريخ لو فاكرينه من الحلقة اللي فاتت: كتورا جين يست جيشاي، او اختصارا كتورا يست جيشاي. فكنا بنقول من الحلقة اللي فاتت هنقول جيشاي يست يوم الأسبوع، فتورك مثلا اليوم اللي أنا بصور فيه، جيشاي يست فتورك. الموافق ملهاش ترجمة أو مش بنستخدمها، مثلا النهاردة 3 فهيبقى الثالث. جيشاي يست فتورك تشيتشي لوتيجو. وما قلناش لوتا، وكلمنا في الحلقة اللي فاتت ليه ما قلناش لوتا وقلنا لوتاجو، اختصارا حالة الدبونيتش. النهاردة بقى هنتكلم عن السنين. 2026 4 أرقام: 2 0 2 6. هنقسمهم بالنص. الرقم بتاع الألفات اللي هو 2000 أو 1900 زي الإنجليزي هيبقى لوحده، والرقم الأحادي ورقم العشرات هيبقى لوحده. الرقم اللي هو 2000 أو 1900 أو 1800 هننطقه زي ما هو، فمثلا 1000 يعني تي شانس. طب 2000 دفا تي شانس، هننطق دفا تي شانس زي ما هي. لو 1800 تي شانس أوشمزات. 1900 تي شانس جيفرسات. 1700 تي شانس شادمسات. هننطقه زي ما هو، واحنا الأكثر استخداما هو 2000 و 1900، إلا لو أنت مرشد زي حالاتي فأنت بتقول التاريخ من قبل الميلاد، ساعتها أنت هتستخدم الأرقام كلها. ولكن في الحالة العادية لو أنت مش شغال مرشد فاحنا هنتكلم عن 2000 و 1900. دفاتي شانسة تي شانس جيفشسات. النص التاني الأحاد والعشرات زي 26 1 25، مثلا 2001 2002 1 و2 26. 1955 هنتكلم عن 55، دي بنقولها أرقام ترتيبية، فبنقول مثلا 2001 دفاتي شانسة بيرفشة. 2002 دفاتي شانسة دروجي. دفاتي شانسة تشاتشي. دفاتي شانسة بيونتا. دفاتي شانسة في حالتنا النهاردة 2026 دفاتي شانسة دفوجست شوست. الاتنين أرقام ترتيبية. 2025 دفاتي شانسة دفوجست بيونتا. 2024 دفاتي شانسة دفوجست شفارت. 2019 دفاتي شانسة جيفت ناست. طيب 1900 مثلا و70. 1970 تي شانس جيفش سات شرم دي شانتا. تي شانس جيفش سات شرم دي شانتا. 1995 تي شانس جيفش سات جيفش دي شانتا بيانتا.
1994. Die Chance 1994. آخر لمسة ونحطها وساعتها التاريخ يكون جاهز هي حالة الديبونيج. احنا برضو زي ما بنقول الشهور في حالة الديبونيج، برضو السنين في حالة الديبونيج. بدل ما هتكون هتبقى اجو. 2001 2000 pierwszego 2002 2003 2004 وهكذا. بسيطة سهلة. تعال نأكد على الفهم ونثبت عليه. 1 يناير 2002 هنقراها ازاي؟ أساعدكم أنا في الأول. Pierwsze stycznia 2002. دورك أنت. 25/7/1998. 25 lipca 1998. آخر يوم في السنة 31/12/2022. 31 grudnia 2022. 28 مارس 1979. 28 marca 1979. آخر تاريخ 24 نوفمبر 2020. بالضبط 24 listopada 2020. بسرعة هتبقى 24 listopada 2020. أما لو سنة 2000 مفيش بعدها رقم تاني هتبقى 2000. ودلوقتي دورك اكتب لي التواريخ اللي هتظهر دلوقتي على الشاشة. 21 أكتوبر 1950، 1 مارس 2010، و4 سبتمبر 2000. لو جاوبت صح في التعليقات فمبروك، انت كده عديت أهم خطوة وأصعب خطوة ناس كتير بتشتكي منها وبتتلخبط فيها، وانت كده بتقرب لهدفك وهيجي يوم وتوصل لهدفك. وزي ما بيقولوا المصريين هنا، الصنعة عايزة نفس طويل وبالممارسة تبقى أستاذ، واللي يعمل إيده يغلب سيده. وفي بولندا بيقولوا praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka czyni mistrza. Praktyka naprawdę czyni mistrza. براكتيكا تشيني ميستشا. مارس على قد ما تقدر، وما تنسانيش بدعوة حلوة. الدعوة بتوصل في أي مكان وفي أي وقت. أشوفكم الدرس جاي إن شاء الله. سلام.